بيتك يا بعيد، إلهي يخرب بيتك. مالك يا شاب؟ شايله عبد القادر ليه؟ يا اختي فكيها كده واضربيها صارمه. هي الواحده اللي في جمالك تحمل هم. خدي نفس يا اختي. تعيشي يا اختي، ما بشربوش. يوه 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 يوه، ده انت باين عليكي غرقانه ومحدش ابدا مدلك ايديه. اي والله. طب احكي لي يا اختي حكايتك، ها؟ فضفضي لاختك سوسو، قوليلي ايه اللي مزعلك؟ يا معقول العريس 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 الراجل المجدع المجدع العروسة 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 الناس الحلوة دي كلها الحلوة الناس الحلوة دي كلها رقصني يا جدع. يا مأمنة للرجال، بقولك ايه، انت تشيليه من نافوخك وتضربيه مليون صرمة وتيجي عينيا شغلك معايا. لا يا ست سوسو، احنا ما بنخدمش في البيوت. خدمة ايه يا عبيطة؟ انت مش برضو بتحب الحظ والفرفشة والنعناشة؟ يا اختي انت عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول تشوفي مصلحتك وتعملي مستقبل لبنتك. طب يا اختي ده انت بكرة مش هتقدري تشيلي ايديكي من الدهب اللي هيغرقهم. الجواز قال، هو انت فاكرة ان الجواز له امان الايام دي؟ طب ده الراجل من دول ياخد الواحدة ويقعد يمرمط فيها يمرمط فيها وفي الاخر يقولها على امك. اهي كل واحدة بتاخد نصيبها، واحنا لينا غير كده؟ لا لينا اللي هيصرفوا علينا دم قلبهم من غير جواز ووجع قلب. يا نهارك اسود يا ست انت قاعدة من الصبح تكلميني في المسخرة. حد الله ما بيني وبين النجاسة. وكمان العريس كمان العريس اخويا لازم اخوك لازم اخويا لازم جدعان السيدة جدعان ام هاشم الاندال لا الاندال لا اسم السيدة وظباطه وعساكره ورباب الصوابع اللي فيه ثانية فتح الباب. ايوه يا شويش. المعلمة بتاعتي بعتتلي الافوكاتو عشان يطلعني. قلت ايه يا حبيبتي، تحب اكلمها عليكي؟ يا ست روحي لحالك بقى، ربنا يتوب عليكي. ده انت باينك واقعه في المنيل. قال على رأي المثل، اخي وانا روحي فيه، اخي وانا روحي فيه. يا فتاح يا عليم، ده مين ده اللي جاي يقلق رايتنا على الصبح؟ صباح الفل يا ست العرايس. يسعد صباحك. مين ده اللي بيخبط؟ تلاقيه امك. طيب صباحية مبارك يا عريس. سبع ولا ضبع؟ اهلا يا ابو العينين، اتفضل. لسه ما لبستش هدومك؟ هدوم ايه؟ خير ان شاء الله. الله، هو كلام الليل مدهون بزبده ولا ايه؟ يلا يا حبيبي ما عندناش وقت، لازم نروح النيابه. وطي حسك امال. هي العروسه فين؟ نايمه جوه،
انما نيابه ايه كفى الله الشر؟ اصل مراتك القديم. يا بص ايدك انا في عرض النبي. اصل مراتك القديمه هتتعرض على النيابه دلوقتي ولازم تكون موجود. صباح الخير يا سي ابو العينين. يا صباح اللبن الحليب يا عروسه. اعملي كوبايه شربات لسي ابو العينين على بغير هدومي. ليه هو انت خارج؟ اصله لا مؤاخذه هيعفر جزمته بمشوار صغير في يوم صباحيته؟ الناس تقول ايه يا سي ابو العينين؟ نعمل ايه بقى يا عروسه؟ ما انت متجوزه ابو الشهامه كلها. هاخده منك ساعه زمن يضمن واحد صاحبه وارجعهولك الصاغ سليم. فوزيه المغاور. ايوه. بيوم الزنو. ابراهيم العوض. مدام هي مش مراتك، ايه اللي يخليك تتهمها بالجنون؟ يا سعاده البهمه، هو دي اكبر دليل على جنانها. بتقول انني جوزها، وبعدين كل الناس في البلد عارفين انها مجنونه. كفايه انها خاطفه عيله وبتقول عليها بنتين. أنا خاطفة البيت يا إبراهيم؟ أنا مجنونة يا ابن المجنونة؟ بنته مين يا سعاده البيه؟ انا شايفها بعينيا دول وهي بتتسرق. تكفينا تاخدك أنت وهو. خلاص كلكم عليا. شوف أشياء البلد اللي مستني يتفرج. يا لهوي يا مش هنكتب. البنت جعانة. البنت جعانة بقالها يومين ما كلتش. دمها في رقبتكم. يا حكومة. طب ما ترضعيها، مش بتقول انك امها؟ أكلي وارضعها منين؟ يا ابني بقاني، ما هو مش غريب عليك. هو مش حاجة. طبختوها سوي. خلاص طبختوها والنبي. يلا يا بنت. مش حاجة. انت يا عسكري، وانت دي بقى. وانت خد بالك منها. اسمعوني. ايوه. يلا. سيبني اتكلم. اسمعني. وقد لاحظت النيابه اتكلم. اثناء استجواب المتهمه بانها تاتي بالفاظ غير مفهومه وحركات هستيريه، ولذلك قررنا الاتي: اولا تودع الطفله في احدى دور الرعايه. ايه يا ست مش كده؟ تعالي يا مجنونه. ثانيا تعرض المتهمه والاوراق على السيد قاضي المعارضات لاستصدار امر بايداعها احدى مصحات الامراض العقليه لبيان مدى سلامه قواها العقليه. ثالثا يستعلم من الشرطه اذا كان قد ورد ثمه بلاغ عن خطف طفله من عدمه. ايه دي كده؟